الحجامة للصائم. الحجامة فعلا كانت مفطرة، وكانت من جملة المفطرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحتجم في نهار رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم، يعني لا الحاجم ولا ذاك اللي كيحجم ليه، بجوجهم أفطر. ولكن هذا منسوخ كما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، رخص في الحجامة للصائم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، وإن كان بعض العلماء يعل هذه الرواية ويقول الصواب والمحفوظ فيها أنه احتجم وهو محرم، أنه احتجم وهو محرم. لكن هذه الرواية حتى هي صحيحة، خصوصا أنه عندها شواهد منها حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا.